لسه مستمتعين في الجولة التانية ولسه مع نفس الفريق مانشستر يونايتد اللي بيقدم نفس الضحك الخام، نفس العبط الكروي، نفس العبث الكروي، نفس كل حاجة انت متخيلها في التخلف الكروي وفي العبط وفي الغباوة الكروية موجودة عند مهاجمين مانشستر يونايتد في ماتش النهاردة. اغرب حالة تسلل ممكن تشوفها في التاريخ وفي تاريخ الدوري الانجليزي كمان. جرناتشو كان موجود بالضحك الخام النهاردة من مانشستر يونايتد. وخلينا ندخل بقى من غير كلام كتير عشان والله انا اول ماتش معانا في السبت الممتاز كان بين برايتون ومانشستر يونايتد اللي خلص 2-1 لبرايتون. زي ما احنا عارفين ان مانشستر يونايتد، واتكلمنا في المقدمه وقلنا ان مانشستر يونايتد بيقدم ضحك خام وضحك هستيري جدا. لو انت عايز تتفرج على ضحك كروي بعد مستوى الزمالك، اتفرج روح على مانشستر يونايتد واتفرج على المهاجمين بس. يعني مش هضغط عليك ولا اقول لك شوف الفريق كله ولا بتاع، لا شوف المهاجمين بس بيعملوا ايه. شوف المهاجمين بعيدا عن اماد ديالو النهارده، شوف المهاجمين بس بيعملوا ايه. راشفورد ضحك خام، جرناتشو نفس الضحك الخام، زيركسي نفس الضحك الخام، برونو فرنانديز نفس الضحك، كل حاجه هي الا اماد ديالو. يعني النقطه الوحيده اللي بتفصل بين مهاجمين مانشستر يونايتد اللي انا شايفها نقطه مكسب ليهم هم بالذات هي اماد ديالو بس. اماد ديالو اللي ضيع انفراد غريب جدا في اول 10 دقائق من عرضيه من دالوت، لكن عوضنا بجون من صناعه الظهير الايمن الثاني وهو نصير مزراوي اللي بيرد على دالوت. نصير مزراوي اللي انا شايف ان هو بيقدم اداء ولا اروع جدا بشكل كبير قوي. الستايل بتاعه كنا مفتقدينه جدا من بدري في اجنحه واظهره مانشستر يونايتد. راشفورد انا مش هتكلم عليه خالص. راشفورد لا وجود له في تشكيلاتنا ولا في تشكيله إيريك تين هاج، ولا يستحق ان هو موجود في الدوري الانجليزي اصلا. وعلى الجوله الثانيه انا بقول لك انك لو معاك راشفورد اتكل على الله وبيعه، ولو معاك برونو فرنانديز اتكل على الله برده وبيعه. مدى كان ايا كان مدى كانت سهوله الماتشات اللي جايه بالنسبه لمانشستر يونايتد او صعوبتها، بيع الاثنين دول واخلص منهم. بالنسبه لجرناتشو هو مش اسوأ من برونو فرنانديز ولا من راشفورد، لكن هما الاثنين او هما الثلاثه على بعض هما الثلاثه وحشين جدا. احسنهم جرناتشو وبعد كده برونو وبعد كده اخرهم راشفورد. فلو معاك اي حد من الثلاثه لا اخلع منهم قوي، الا لو كان معاك اماد ديالو. انا شايف ان ده مناسب جدا وموجود وكده كده هو ب5 مليون من السعر، موجوده على الدكه وموجود في دكتي. وانا يعني انا اسف والله تاني جوله بحطك على الدكه واحلى 6 نقط موجودين على الدكه. انا مش فاهم، انا مش عارف اعمل ايه، بس اهو يعني الحمد لله تمام مفيش مشكله. نصير مزراوي برضو خذلني شويه نوعا ما، خرجنا ب4 نقط مش يعني ماشي، انا مرضي بيهم والله يعني اوكي. وكده كده كان معايا بس تمام، انا شكرا والله يا نصير. زيركسي اللي الناحيه الثانيه بيعلي على جرناتشو وبرونو فرنانديز وراشفورد وبيقدم ضحك خام. زيركسي اللي ضيع فوز مهم جدا على مانشستر يونايتد على برايتون وبيخلي الكوره اوفسايد بشكل غريب. يا جدع سيب ركبتك، شيل ركبتك، اقطع رجلك يا اسطى، خليها تدخل جون، ما توجعش دماغك، خليها تدخل جون يا جدع، انتوا هتكسبوا. على الناحيه الثانيه فريق برايتون بيقدم عظمه هجوميه بتتلخص فيه ميتوما وداني ويلبك وجواو بيدرو. الثلاثه دول لازم الجولات اللي جايه تركز وتحط عينك عليهم، لان لازم في منهم واحد على الاقل يكون موجود في تشكيلاتنا. 3 رخاص، الثلاثه بيقدموا هجمات منظمه بشكل جميل قوي. الثلاثه المهاجمين وهجوم برايتون نوعا ما من بدايه الموسم وهو مركز جدا 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 في الماتشات. ويلبك اللي بيقدم اداء هايل. على الناحيه الثانيه جواو بيدرو بيرد عليه في اخر الماتش وبيجيب الجول بتاع المكسب. ميتوما اللي الثاني ماتش على التوالي ما بيبلانكش بسعر 6.5 مليون. هنشوف هو ممكن يكون بديل لنكونكو مناسب، اللي لسه هنشوفه بكره هيعمل ايه وهيبقى. يعني انا والله حتى مش عارف اتكلم، يعني انا بتلعبك اهو علشان انا فعلا مش عارف اتكلم. انا تشكيلتي اتبهدلت خالص، تشكيلتي ما فيهاش ايزي. الناحيه الثانيه يا لهوي على ايزي، يا لهوي يا جدعان، يعني يوم بجد كارثي، يوم انا مش عارف والله اعمل ايه، انا مش عارف. بس الحمد لله على كل شيء، واديني ايه هنمشيه الحمد لله. يعني هي عدت بصراحه. الماتش ده كان مانشستر يونايتد يستحق ان هو يخسر من برايتون ويستحق ان هو يخسر، يعني ده اقل فرق كده، اقل واجب بينهم مع بعض. 2-1 لبرايتون ده والله مش حاجه. بونص الماتش ده كان 3 لويلبك و2 لجواو بيدرو وواحده لدالوت كده ايه بيتشاقوا عليه، يعني يا شفقه، يعني بيديهوله شفقه. نروح بقى لحفله السيتي قصاد إبسويتش تاون وابننا سام مرسي اللي يعني
الحمد لله يا ابني انها جت على قد كده والله. 4-1 للسيتي، منهم 3 اجوال لهالاند اللي معظم الناس مننا مكابتنينه، وغير اللي مكابتنينه في ناس مش معاهم هالاند اصلا، في حوالي 46%. انا دول الله يكون في عونهم والله الجوله دي، يعني دول حرفيا مش هيبقوا في اخر 8 مليون، لا هم يعني هيلعبوا في ترتيب لوحدهم كده وتصنيف بالسالب لوحدهم في الرانك بتاعهم. اللي مش معاه هالاند الجوله دي بجد بجد الله يكون في عونه، الا لو معاه مثلا 3 4 5 6 مكفرينه وكلهم زي الفل وعامل بينش بوست ووايلد كارد وفري هيت ومفعل كل حاجه في الدنيا، وبرضه مش هيلحق على هالاند. في ناس اصلا كتيره جدا شفناها لسه لحد ما النسبه تنزل، لحد دلوقتي نسبه كبيره قوي من لعيبه الفانتزي متربلين هالاند، فانت ما بالك باللي مكابتنينه ان هم مش متربلينه، ما بالك بقى باللي مش مكابتنينه، ما بالك بقى باللي مش معاهم هالاند اصلا. حارس إبسويتش تاون اللي والله العظيم بيفكرني بهريدي، كذا غلطه بيعملها وحاجات كده عبيطه مش مفهوم لها حاجه. هالاند شايط بتاع 5 6 بلنتات كلهم الناحيه اليمين، هو رايح زي البقف بيترمي الناحيه الشمال. طب يا ابني يعني جرب الراجل، مفيش حاجه اغرب من كده ولا احلى من كده. هنفترض انك ما تعرفش برضو الكره اللي بعدها اللي جابها غلطه واستغلها على طول في الجون، يعني حارس على الله والله خالص. دي بروين الناحيه الثانيه احنا عارفينه وحافظينه، هيجي في جوله واحده يتنطط وينطر في الاجوان وينطر في النقط. جاب جول وشاط 3 شوطات مهمين جدا، منهم واحده في العارضه وواحده بره خالص. سعره عالي، مش منطقي بصراحه انك تفكر فيه، خصوصا ان دي بروين مش مستقر بقاله كذا موسم، مش مستقر هجوميا، مش مستقر في النقط بتاعته. فلو هتجيبه انا شايف انك تصبر شويه لحد ما نتفرج عليه، وخصوصا انك معاك هالاند. وغير كده لو انت هتروح تجيب واحد زي دي بروين، لا اتقل شويه وزود وهات صلاح عادي جدا، يعني لو انت مش معاك صلاح. ولو معاك صلاح لا ما تروحش لدي بروين وارجع لساكا، انما دي بروين بعينه لا ما تجيبش دي بروين بعينه. بونص ماتش الحفله بين السيتي وإبسويتش تاون كان 3 لهالاند اكيد، 2 لدي بروين وواحده لسافيو اللي قدم ماتش هايل جدا. انا شايفه بديل لمحرز، شايفه يعني ربنا يسترها، لو هو بديل لمحرز هيفضل قاعد طول الموسم دكه، بس يعني ربنا يسترها عليه، لان انا شايف ان هو من ضمن اللعيبه المؤثره اللي بتحنكش، اللي بتعرف تحنكش في الكوره كده، وزي ما بيقولوا ايه حفروك كده، بيعرف ياخد ويدي ويجيب ويعمل. بس انا شايف ان هو لسه مش مؤثر قوي ان هو يجيب جون او نعمل اسيست او بتاع، يعني اخر اللي انت هتاخده منه هو اسيست مش جول كمان، على قدر من هجوم مانشستر سيتي. طبعا انت لو معاك هالاند من السيتي فشكرا، انت مش هتقدر تغطي اي حد تاني من السيتي الا طبعا سافيو. لو احنا هنشوف بس الفتره الجايه هياخد دقايق كتيره ولا لا، خصوصا بعد عوده جندوجان للفريق، وخصوصا لسه فودن ما رجعش، فهل هيبقى ليه دقايق بعد كده ولا لا مش عارفين. ريكو لويس الناحيه الثانيه ضيع كوره في العارضه، نفس الكلام، سعره مناسب جدا لكن برضو مش عارفين هياخد دقايق كتيره الفتره الجايه ولا ايه النظام. طبعا احنا عارفين خوازيق جوارديولا وخوازيق الاقرع وخوازيق قناه الاقرع الاثنين والله. ثالث ماتش معانا كان من ماتشات الساعه 5 برضو، توتنهام وايفرتون، وقمه الجوله الثانيه، تاني قمه بعد قمه ارسنال اللي هنتكلم عليها كمان شويه. توتنهام بيضرب ايفرتون ب4-0، اللي منهم بيكفورد اللي بيعمل غلطات كارثيه، غلطه الشاطر ب1000 زي ما بيقولوا. توتنهام هجوميا خطر على اي فريق ايا كان، كولوزوفسكي، جونسون، سون، ماديسون، اي حد. بصراحه الماتش ده ادى من توتنهام، وكميه لعيبه من توتنهام كانت تستحق ان هي تشارك وتجيب نقط وتخرج ببونص كمان. الماتش ده كان فيه كميه تركيز من لعيبه توتنهام بشكل مش يعني انا ما شفتوش بقالي كتير. الماتش ده من احسن ماتشات توتنهام اللي لعبتها في اخر مواسمها. بيدروبورو شارك بشكل كويس، روميرو شارك بشكل كويس، اودوجي ذات نفسه شارك بشكل كويس، وخلي بالك من اودوجي عشان وقع في الماتش فممكن يكون عنده اصابه ولا حاجه، وكلنا عارفين اودوجي ان هو هيتصاب، يعني هي مساله وقت ولا حاجه كده يعني. غير كده سون وكلوزوفسكي اللي بيعمل اسيست، وماديسون اللي خطر جدا جدا جدا. لكن خلي بالك ان سون اللي بيجيب جونين، ماديسون بيعمل اسيستات، كلوزوفسكي بيعمل اسيستات، جونسون الناحيه الثانيه المهاجم اللي لسه بيحنكس زي ما هو، ولسه سولانكي ما رجعش. هل سولانكي مؤثر؟ ده ممكن يكون هو الخيار اللي خلى ماديسون وسون وكل اللعيبه دي في النتيجه بتاعتهم انها تخرج الماتش اللي فات بشكل مش ولا بد. لكن انا شايف ان كده كده وقت لعيبه توتنهام الفتره اللي جايه هيكون موجود في تشكيلاتنا، هي مجرد وقت لسه هنشوف. انا شايف ان امثل خيار من توتنهام لو تقدر تجيب سون هات سون،
لكن نفس الكلام برضه هو سون زيه زي دي بروين، وده اللي انا شايفه بصراحه. هل ممكن مع الوقت يعمل ثنائيه؟ لا، هي ممكن تبقى ثلاثيه وممكن تبقى رباعيه كمان، لان سكواد توتنهام بصراحه الموسم ده انا مقتنع بيه تماما، وحاسس ان هو هيحقق حاجه، خصوصا ان المهاجمين خلاص ابتدوا يتولفوا مع بعض. ماديسون بيرجع، سون بيرجع، جونسون موجود، وكلوزفسكي موجود، ريتشارلسون دكه، وسولانكي اساسي لما يرجع. كل المهاجمين دول هيعملوا توليفه جامده جدا، اهمهم هو وجود سولانكي وماديسون في تشكيلاتنا. على حسب اصابه سولانكي هنشوف ايه الدنيا واخبارنا الفتره اللي جايه. طبعا لو انت بتفكر في اي حد من ايفرتون فالله يكون في عونك، الله يكون في عون اي حد معاه بيكفورد. الراجل اعتقد خرج بالسالب، يعني بيكفورد ومايكولينكو، يعني كل دول من دفاع ايفرتون. دفاع ايفرتون سيء جدا جدا جدا، يعني ما تعتمدش عليه بجنيه ونص خالص، ما تعتمدش على ولا لاعب من ايفرتون. اعتقد ان ايفرتون يعني لو كملت بالمستوى ده هتبقى اول فريق يهبط في الدوري الانجليزي، مؤكدين كمان قبل ايبسويتش تاون بالشكل ده. بونص الماتش 3 لسون و2 لروميرو وواحده لبيسوما اللي جاب جول ورا اروع اسيست كلوزوفسكي اللي عمله بشكل رهيب. كلوزوفسكي زي ما اتكلمنا عنه بيشارك هجوميا بشكل ممتاز جدا، لكن مع عوده سولانكي اعتقد دوره هيكون مختلف تماما عن الدور اللي هو بيلعب بيه بالشكل ده. الماتش اللي بعده كان كريستال بالاس وويست هام، خلص 2-0 لويست هام على كريستال بالاس. انا هتكلم على 3 لعيبه في الماتش ده، اكتر من كده مفيش. اللي معاه ايزي الله يكون في عونه، الراجل مش موفق خالص، ضيع كرة في العارضه، ضيع انفراد. الجوله اللي فاتت نفس الكلام، جاب جون وما اتحسبش والراجل طلع اعتذر له. يعني اللي معاه ايزي الله يكون في عونه والله، يعني انا فاهم ومقدر جدا اللي معاه ايزي خرج ب3 نقط او نقطتين كمان، فيعني اعتقد ان ايزي خلاص يعني وقته هيقل شويه، بس انا بقول لك اصبر عليه، الراجل والله هيأدي وهيدي الفتره الجايه كويس قوي كمان. تاني لاعب هنتكلم عنه هو بوين، جارود بوين، اللي قدم اداء ولا اروع في الماتش ده. عموما ويست هام الماتش ده كانت مركزه جدا هجوميا احسن ودفاعيا كمان احسن من الماتش اللي فات. ابتدينا نشوف التوليفه المناسبه، شفنا اول صفقات جديده لويست هام، وكانت فان بيساكا على الناحيه اليمين اللي قدم يعني خد سبرنتين كده اول ما نزل. الراجل كان عمل بري اسيست كمان في الجون بتاع سوتشيك او تقريبا جارود بوين مش فاكر بالظبط، بس الراجل قدم وساهم في جون من الاثنين. الناحيه الثانيه سوتشيك بيشارك هجوميا نوعا ما بس مش كتير. الراجل لو انت ممكن تعتمد عليه، ممكن تعتمد عليه كخيار ديفرنشال في جولاتنا اللي جايه، خصوصا سعره رخيص. فممكن تفكر في سوتشيك واحد زي جارود بوين بس لما الماتشات بتاعتهم تبقى سهله، وممكن تفكر في ان هم يكونوا بدله لواحد زي ايزي او واحد زي نكونكو لو هيقدموا اداءات سيئه. احنا لسه مش عارفين كل ده، لسه هنشوف اداء نكونكو بكره هيكون عامل ازاي. انا واحد زيكم مع ايزي ونكونكو ومستني الاثنين عادي جدا. كونكو بكره ممكن يكون اخر ماتش ليه بالنسبه لي معايا، لو ما عملش اي حاجه هبيعه وشكرا وهروح لواحد زي ميتوما، او هنفكر ساعتها في حلقاتنا اللي جايه، هنشوف مع بعض افكارنا في الحلقات اللي جايه. يعني في وسط الحاجات كده احنا عمالين نتكلم عن ماتشات وملخص الماتشات، والواحد قاعد عمال يتابع في الماتشات وبتفرج على 4-5 ماتشات في نفس الوقت. يعني اخبط لايك يا باشا وشوف الدنيا كده، عايزين يعني نظبط الكلام. والله الواحد لسه بادئ كده وبيتعب والله وبيفرهد في المونتاج والحاجات دي كلها، فظبطوا الكلام يعني. بس لايك وشير وسبسكرايب ادعمونا كده يا جدعان. يعني الواحد والله ما تبقاش منك انت ومن مصر ومن الدنيا، يعني الواحد مش مستحمل حاجه والله. اخر ماتشين معانا من ماتشات الساعه 5 فولهام وليستر سيتي اللي خلص 2-1 لفولهام. هنتكلم الماتش ده عن لاعبين 3 بسرعه جدا. سميثرو ابتدى ان هو ياخد وقت ازيد، طلع في الدقيقه 68 69 اكتر من الماتش اللي فات. اعتقد ان دقايقه هتزيد جدا الفتره اللي جايه، وجاب جول كمان. فمحظوظين جدا ملاك سميثرو ان هو قدر يشارك بشكل كويس. من بعدها يعني من بدايه الشوط الثاني ابتدى مستواه يقل، ابتدى يختفي، فعشان كده بيطلع على طول. لسه دقايقه هتزيد، اللي معاه سميثرو يبدا يخليه معاه بشكل اساسي، خصوصا ماتشاته اللي جايه تبقى كويسه نوعا ما لفولهام. وفولهام هجوميا احسن بكتير جدا 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 عن الموسم اللي فاتت. اللي معاه مونيز الراجل مش موفق، الراجل طلع بدري، الراجل يعني ما جاتلوش كور كتيره، يا دوبك عمل كورتين. وانا للاسف كنت بعت سولانكي لان عرفت باصابته، وجبت مونيز على اساس ان هو هيشارك قدام ليستر سيتي، فقلت الراجل هيخرج على الاقل ب3-4 كور. لكن الراجل خذلنا كلنا بصراحه، الراجل خرج بنقطتين ونقطنا كلنا. بس اعتقد اللي معاه مونيز نفس الكلام، ما تجيش ناحيته، الراجل بيشارك بشكل كويس وهجومي جدا وخطر جدا على الجول. اللي معاه روبنسون بجد يعني انت من اشد الناس المحظوظين في الكوره. روبنسون اللي تاني ماتش على التوالي بيقدم اداء
هايل. المره دي قدم اسيست لويبي اللي جاب جون ولا اروع. الناحيه الثانيه ركز بس على حته روبنسون ولا لا، ان اندرسون خلاص ابتدى ان هو يروح فولهام، وخلاص راح فولهام. هو ما دخلش قايمه لكن رسميا هو فولهام، فاتقل كده لحد ما نشوف ايه الدنيا. هل روبنسون هيشارك بشكل اساسي؟ اندرسون هيكون دوره على مين في التشكيله ولا هيقعد دكه؟ فخلي بالك قبل ما تعمل تبديل تشوف التشكيله اصلا هيكون دورها عامل ازاي في دفاع فولهام. بونص الماتش ده كان 3 سميث رو، 2 ايوبي و1 لروبنسون. اخر ماتش معانا من ماتشات الساعه 5 اللي ما لحقتش اتفرج عليها بصراحه، وهي ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست اللي خلص 1-0 لنوتنجهام فورست. انا شفت ملخص سريع كده للماتش، لقيت ان كريس وود مضيع كورتين ما يضيعوش بصراحه، يعني مضيع جولين، يعني هو مستخبي وسط الاحداث والنوش والهاتريكات والحاجات اللي بتتشقلب دي، لكن كريس وود ضيع جولين انا مش فاهمهم الصراحه. يا ريت اللي جابه يقول لي تحت في الكومنتات عشان انا هعرف. هو مش معايا الحمد لله، هو كده كده انا معايا خوازيق اوحش منه يعني، بس ما علينا يعني. كريس وود رهيب جدا، ضيع جولين بشكل لا يطاق. حارس ساوثهامبتون مكارسي قلب تنين مجنح، ويا دوبك جابوا جول واحد بس من جيبس وايت، حتى من غير اسيست كمان، يا دوبك شفقه عشان يكسبوا الماتش وحاجه كده. اللي عنده كريس وود يصبر عليه شويه، الراجل والله بيأدي. الجوله الاولى جاب جون تقريبا او عمل اسيست، المهم ان هو ما خرجش بلانك. الجوله الثانيه نفس الكلام، هو يا دوبك قدم كورتين ضاعوا منه، وكان قريب جدا من ان هو يجيب جول. فاللي معاه كريس وود يشارك ويلعب اساسي عادي جدا، ما تريحوش ما تبيعوش وما تفكرش في ده. هو زيه زي مونيز، زيه زي سولانكي لما يرجع كمان من اصابه، زيه زي ايزاك وهالاند. هو تمبلت هجومي، في تمبلت هجومي ما بيتغيرش. اعتقد ان هو مش هيلف غير على ايزاك وهالاند وجنبه واحد من الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم، ايا كان هما مين، مونيز او كريس وود او جواو بيدرو او سولانكي. واعتقد ان هما بالترتيب سولانكي، مونيز، كريس وود، واخرهم جواو بيدرو اللي قدم اداء برضه كويس. لكن مع الوقت جواو بيدرو لو استمر بالمستوى ده اعتقد ان هو هيكسر كمان سولانكي وكريس وود ومونيز من الفرق الثلاثه. اخر ماتش معانا وهو قمه الجوله الثانيه بين ارسنال واستون فيلا. الماتش اللي كان الشوط الاول كله متقفل، الشوط الاول كله ارسنال مستحوذه على الكوره، بس الشوط الاول اللي ظهر فيه ساكا بكوره وكورتين على مارتينيز اللي صدهم بشكل كويس، وبعد كده الماتش اختفى، مفيش اي هجمات من الفريقين. ارسنال كانت ماسكه الكوره اكتر على استون فيلا، بتاخد بطارها الموسم اللي فات بخساره الماتشين على ارضهم وبره ارضهم كمان، فخدوا بطارهم وخلص الماتش 2-0 لارسنال. غلطه جبريل في الدقيقه 25 اللي بيستغلها روجرز وبيباصيها لواتكنز اللي بيضيعها بطريقه غريبه جدا. نفس الكلام على واتكنز اللي ضيع نفس الكوره تاني من تسديده اونانا في الدقيقه 53 اللي جت في العارضه وبعد كده ردت وصدها رايه بطريقه ولا اروع. رايه اللي انقذ ارسنال من ضياع الكلين شيت وانقذ ارسنال من خساره كمان. وللجوله الثانيه على التوالي واتكنز بيبلانك. فهل هنبدا نشوف ان واتكنز يبدا يخرج من تشكيلاتنا اللي لسه عنده واتكنز؟ انا اصلا ما اقترحتش واتكنز ضمن المهاجمين الثلاثه اللي هم كويسين. يعني انا بالنسبه لي جواو بيدرو احسن من واتكنز، مونيز احسن من واتكنز، كريس وود احسن من واتكنز، سولانكي كمان لو عندك مصاب تلعبه هيكون احسن من واتكنز، على الاقل انت عارف هيخرج بصفر نقطه وهينزل لك بديل يجيب نقط اعلى من واتكنز. روجرز اللي بيقدم اداءات ولا اروع، بيشارك هجوميا بشكل ممتاز، حتى كمان كسب التحامات مع ديكلان رايس ومدافعين ارسنال، وكان مهاجم رخم جدا جدا جدا، بيشكل خطوره كبيره قوي على دفاع ارسنال وخط الوسط كمان. كذا نقطه كمان حابين نتكلم عنهم، ان تروسرد الفتره اللي جايه اعتقد هياخد اوقات كبيره جدا بعد الجول اللي جابه والرساله اللي وصلها وهو بيعمل كده. وغير كده كمان عندك تروسرد ضيع هجمه بعدها وعمل اسيست وكان خطر جدا جدا جدا. هو عمل بري اسيست مش اسيست لساكا، وساكا اللي عمل اسيست هو كان مختفي طول الماتش لكنه كان متميز، شاط كوره وما ربنا ما وفقوش ومارتينيز صدها، وعمل اسيست لتوماس بارتي اللي سمع كلام اخيرا ارتيتا ساعه لما قال له خلاص حاول تضغط حاول تهاجم، اللي نبه عليها محللين بين سبورتس بين الشوطين كمان. مشاركه تروسرد الفتره اللي جايه تبدا تزيد قوي خصوصا بعد الجول اللي هو جابه والمسج اللي هو وصلها لارتيتا، ووجود مارتينيلي عموما في تشكيله ارسنال اعتقد هيبدا يقل لان هو ما قدمش الاداء الهائل. تروسرد اللي قدم وقلب الماتش تماما هو اللي خلى اعتقد ان هو السبب الرئيسي في ان ارسنال تكسب استون فيلا. الناحيه الثانيه دفاعات استون فيلا ابتدت ان هي تتحسن بشكل كويس. الشوط الاول كانت مركزه قوي لحد الدقيقه 60 من الشوط الثاني كانت مركزه جدا، بعد كده ابتدى طوفان ارسنال يبدا يهاجم وابتدت تتفكك دفاعات استون فيلا. لكن مع الوقت اعتقد ان استون فيلا هيكون مركز للفتره اللي جايه وللجولات الجايه، لازم تكون مركز مع لعيبه استون فيلا خصوصا ادائهم الرائع جدا في الماتش ده بالذات رغم الخساره، لكنهم قدموا اداء ولا اروع. ده كان ملخص ماتشات النهارده، ماتشات السبت ممتاز بين حفله
السيتي اللي خلصت 4-1 وضحك خام لمانشستر يونايتد وفوز ارسنال بقمه الجوله الثانيه على استون فيلا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، انتظرونا في حلقات جايه خطر جدا جدا جدا. هنبدا نزود في حلقاتنا، هنبدا نمتعكم بطريقه جديده ولا اروع. استنونا في حلقه جديده من حلقات النصايح للجوله الثالثه يوم الاثنين او يوم الثلاث بالكتير. لو الحلقه دي عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده وكل فيديوهاتنا الكتيره اللي جايه، لان الاينو هيعمل عظمه ان شاء الله. سلام.